عسلامة عسلامة ومرحبا بكم كشخيل الكل في تونس وخارج تونس وعشاق الكورة. نعاودو نرجع فيديو جديدة وكالعادة نحكيو على الكورة وما إلا باش نحكيو على الكورة ونرجعوا لدوري أبطال أفريقيا. بون دوري أبطال أفريقيا ماك تعرفوا الجولة الثالثة اللي هي بدات تلعبت البارح وتكمل اليوم، بما اننا فما نتائج. الوداد ربحت، الاهلي بعد شويه تلعب مع سان داونز، الرجاء ربحت ولا ما نعرفش ما ربحتش، فما فرق ربحت وفرق فاش. مجموعتنا اللي هي الترجي التونسي والزمالك المصري وشباب الوزداد والمريخ. المريخ ينتصر على شباب الوزداد ولي 4 نقاط، الترجي ينتصر عن جدارة واستحقاق، الزمالك ينتصر على الزمالك المصري ويتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة. 3 مباريات 3 انتصارات 9 نقاط. الترجي يسجل 4 أهداف وما يقبل حتى هدف، هذه حاجة باهية ومؤشرات باهية ومؤشرات إيجابية. دفاع متماسك، صحيح عندنا أخطاء كأيها فريق وكأي فريق عنده أخطاء، ما علينا نصلحوا ديما نحاولوا باش نصلحوا أخطائنا. سجلنا 4 أهداف، اليوم سجلنا 2 باهية ياسر. سجلنا كونتر المريخ وكونتر الشباب الوزداد اللي هو خارج رادس، يعني 3 ماتشات 3 انتصارات 9 نقاط، ما عزش من هكا وما خير من هكا. ظهر لي حتى فريق لحد الان انتصر 3 ماتشات ولا جاب 9 نقاط. ان شاء الله نقعدوا في السكه هذه الصحيحه، وان شاء الله نقعدوا ديما نطلعوا من كيما نقولوا من حسن الى احسن، وديما نطلعوا في نسق تصاعدي. ما عندنا غيابات، عندنا زدام اليوم غايب وباش نحكيو بعد شويه على الماتش. ما قبل المباراة كالعادة الزمالك المصري والترجي التونسي، بما انه احنا في 3 اخر ماتشات وما 5 اخر ماتشات. لعبنا كاس السوبر ربحنا، في الادوار الاقصائية ربحنا، بعد ربحنا 1-0، بعد في دور المجموعات في اخر مقابلة 2020 و 21. دونك كنا اقصينا نادي الزمالك و3 انتصارات، يعني 3 ماتشات الاخرين 3 انتصارات للترجي، اقصينا الزمالك وترشحنا. دونك الماتش هذا ننتصروا عليه في الانتظار العوده باش يكون نهار 7 مارس في القاهره. كالعاده المصريين معروفين يعني بالاستفزازات كسوا نلعبوا مع الاهلي ولا مع الزمالك. الاعلام المصري معروف، والناس اللي في الاعلام عندها طريقه في بعض الأحيان تكون مستفزة ومقززة، وفي بعض الأحيان تكون يضخموا الترجي برشا، وفي بعض الأحيان يقزموا ما يجموش يقزموا الترجي. هما الترجي أكبر من الجميع وأكبر من الناس الكل وأكبر منهم وأكبر من اللي باش يقزم الترجي. دونك الإعلام المصري معروف اون جينيرال شنو كيفاش يتعامل، واحنا نورمالمون نورمالمون احنا كترجين ولفنا بالحكايات هذيا، وان شاء الله ما عادش نطيحوا في الفخ، خاطر طحنا في الفخ برشا مرات ضد الاهلي. خسرنا ماتشات في رادس وكنا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا اكثر لا اقل. ان شاء الله من هنا فصاعدا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الماتشات هذوما. ومازلنا باش نلعبوا مع الزمالك، ومازالوا باش يلعبوا معانا، ومازلنا باش نمشيو له، ومازالوا باش يجيونا. الاهلي كيف مازلنا باش نلعبوا لهم ومازالوا قدام. دونك لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الاعلام، بما ان احنا في تونس اعلام المجاري، ما عندناش اعلام، ما يعرفش اعلامنا حتى يتعاملوا مع الماتشات ومع الفرق التوانسه. دونك شيء راهي ولفنا به، مي احنا كترجيين لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الاعلام، نتعاملوا مع الصحفيين بصفه عامه. دونك ان شاء الله الاداره من المفروض خذينا الخبره ونعرفوا كيفاش نتعاملوا. والماتش هذا زاد هو نورمالمون نتعاملوا معه زاد فوق الميدان، ننساو كل شيء. ان شاء الله احنا ربحنا ومكسب باهي. ديما نقول انا نفضل الماتشات اللي يتلعبوا ضد الفرق المصريه، نفضل الذهاب يتلعب في تونس والاياب يتلعب في مصر. لا لشيء، لانه احنا كي نلعبوا الذهاب في تونس ننتصروا، كي ننتصروا ناخذوا اسبقيه معنويه، ناخذوا اسبقيه معنويه واسبقيه يعني في النتيجه. عندك 2 حاجات، اسبقيه في النتيجه واسبقيه معنويه. مهما كانت النتيجه 1-0 2-0 2-1 3-2 3-1، يعني لازمنا انا نحبذ كمشجع للترجي التونسي نحبذ نلعب الذهاب في تونس والاياب في مصر، خاصه مع الفرق المصريين. كي نلعبوا هكاك
ناخذوا اسبقيه، نمشيو غاديك نعملوا نتيجه، نجموا نخسروا واحد بلاش باقل اضرار، نجموا نربحوا، نجموا نتعادلوا، مي لازمنا كي نمشيو غاديك نعرفوا كيفاش نلعبوا. احنا نلعبوا الاكثريه مع الاهلي، ماتشواتنا لعبنا مع الاهلي، نمشيو نعملوا نتيجه ايجابيه بين قوسين، نعملوا تعادل، وهذيك بالنسبه لي انا ماهيش نتيجه ايجابيه مهما كان 0-0 1 مقابل 1 2 مقابل 2، ديما تقعد فخ ونجيو لهنا نستسلوا الماتش، نستسلوا الفريق، نستسلوا كل شيء، نطيحوا في الفخ وترسينا نخسر. وخسرنا 2017 طلعنا، خسرنا 2018 دور مجموعات، خسرنا في برشا مقابلات الحقيقه ولقينا رواحنا لبرا. نخسروا حتى في تونس، وصلنا نخسروا في تونس ذهاب ولا اياب. يعني ان شاء الله الشيء هذا اللي دار واطار الفني والملاعبيه والناس الكل تعرف اللي كل فريق نعطيو حجمه، مهما يكون كل فريق نعطيو حجمه ونحترموا فرق الكل باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع الماتشات. بالنسبه للماتش نتاع اليوم، ترجي باقل اضرار نقولوا، ما عملش ريتم قوي، بما انه هي ترجي زاد فكت وسط الميدان وعرفت كيفاش تمتص الضغط. بما انه هي الزمالك حسب ما ريت انا في 3 كلمات نلخصها في 3 كلمات، الزمالك فريق ضعيف في الدفاع، في الهجوم وفي الوسط. في الدفاع يقبل برشا اهداف وخسر بريسك تو من بسيت سيزون 10 ماتشات خسرهم. في الدفاع ماهوش مسيطر، يعني في الوسط الميدان ماهوش مسيطر، ماهوش قاعد يسيطر على اي فريق يلعب له. شفنا بالشباب الوزداد خسر ضده وما سيطرش عليه وما عرفش كيفاش يفك وسط الميدان. في الهجوميه نحدث ولا حرج، فريق الزمالك ضعيف 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 جدا 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 زاد. يعني فريق الزمالك ضعيف، والشيء هذا نعرفوه احنا كمكشخين وكل الفرق الكل تعرفوا، لكن احنا ديما نقعدوا ناخذوا خذينا حذرنا اليوم وعرفنا كيش نلعبوا له الفريق هذا. بما انه هو يعني ما جابش برشا فرص، يعني ممكن فرصه بالشوط الاول ونصف فرصه بالشوط الثاني. دونك الترجي الرياضي التونسي هبط بالتشكيله المثاليه العاده. ممكن فما زوز تغييرات من حموده مكان بن عياد، وكوليبالي مكان بوغرين، اللي هو بعد نفس الحكايه صارت في الميطان الثاني، صار شونجمون وصارت هذيك هي اللي مالفين يلعبوا بن عياد وكوليبالي قعدوا على البنك وهبطوا بوغرين وباش يحرك اللعبه، وهبط بن حموده. وبن حموده يسجل اول هدف ليه في الموسم هذا في ربيع الابطال الافريقيه، وان شاء الله ديما يقعد يلعب هو، سيخذ الريتم وخذ الهف كالعاده، ورجع بن حموده العاده. بن حموده انا حاسس ما نشوفه مره الفوق مره اللوطه، ان شاء الله الاطار الفني، وهو زاد يخدم على المونتال، حكايه مونتال اكثر الاقل. جوار باهي عنده في سقيه، يعرف وين يتبلاصا، يعرف كيش وقتاش يطلب الكره، جوار تبارك الله عليه، ما نشكروش برشا وماهوش اكسترا حاجه كبيره، لكن قاعد يخدم على روحه، وان شاء الله يخدم مونتال، الحكايه مونتال اكثر الاقل باش ديما يكون حاضر في الماتشات. شفنا بن عياد انا حس ما نشوفه جوار، قلت عليه قبل ماهوش جوار باش يلعب راس حربه، جوار دو كولوار يلعب على اليمين وعلى اليسار. واكبر دليل اليوم هبط، كانت فرصه كان ينجم يسجل وكان ينجم يمرر صاحبه، وعمل لك اللقطه فنيه، جبد بالجوار لقى روحه راس الجول. كيف في ميطان يا كيف لقطه اخرى زادها صارت، وشفناه في الماتشات الوديين، في وقت لعب الترجي ماتشات وديين شفناه يجي يلعب على الكولوار. يعني هو البوست من اصله، من كما نقولوا تكوينه، هو يلعب على الكولوار على الجناح الايمن ولا الايسر، سواء ايمن ولا ايسر. دونك يجي يخلق الخطر ويجي يلعب ويعرف كيش يخرج بالكره كما نقولوا ويمر لاصحابه ويمر راس حربه. دونك ان شاء الله المدرب زاد الترجي يعرف الشيء هذا، راهو بن عياد عمره ما كان راس حربه وما نجحش، ديجا لعب 6-7 ماتشات ما نجحش، ممكن مركز هدف برك. دونك لازم يرجع في بلاصه البدري. هاوك عندنا شكون يعوض البدري، ديجا عندنا من الاول شكون يعوض البدري، بن عياد يعوض البدري. يعني علاش نقعدوا نقاديو نعقدوا في الامور ويا سهله، يعوض البدري. فوالا شفناه في اكثر من مره. يعني علاش نعقدوها الحكايه، جوار يلعب في بوست معينه خليه في البوست معينه، علاش نقعدوا نحطوا نجربوه هيك وجربناه ما لقيناه ما نجحش رجع كيما كان وكا. كيف في وسط الميدان ترجع عنده وسط الميدان قوي، بوغرين الشعلالي يغيب، الشعلالي تلقى بوغرين يغيب، فلان تلقى فلان. واليوم شفنا الشعلالي تحكم في وسط الميدان كيما حب هو بالرمضان ديما ياخذ الكره ويقدم القدام يعاون خط الهجوم. شفنا بوغرين مره القدام مره الوسط مره التالي يفك وقاعد يعمل في مجهود، جوارات كلهم عملوا مجهود. شفنا لاكس تترجي زاد متماسك، وان شاء الله فما بعض الاخطاء هكا لازم مادي مرياح، ديما نقول مادي مرياح، ياسين مرياح ما عادش يعمل، فما اخطاء ساعات يعملهم يتسبب في كارثه.
كيما موز بن شريفيه زاد كان باش يتسبلنا في كارثه. ما فهمتش انا علاش قولتك مو تجيك كوره تسيب طيش ديجاجي، ما تخليش كوره فم في اي وقت كان، في الوقت هذاك ولا في اي وقت كان الحارس المرمى مي يعمل حتى ما لازموش يعمل اخطاء، ومش مسموح له باش يعمل اخطاء. جيك الكوره ديجاجي طيش، حط الكوره في الطوش، حط الكوره، ما تخليش كوره عندك، ما تعملهمش الفازات هذوك. جاب ربي هاكا دزك تحت خذيت يعني مخالفه، كان جات جوار اخر يفكها لك ويمرك يحط الكوره تولي واحد مقابل واحد وتولي تتعقد الامور. علاش نقعد نعقدوا؟ ومش مش بنجري فيها، عندنا نقول في تونس يعملوا اخطاء كارثيه. علاه تعقدها؟ جات الكره ديجاجي، حتى كان جوار مش بحذاك ديجاجي، خرج كوره، ما تخليش كوره عندك، ما تقعدش تعمل في تفلسيف ولا حكايات زايده ما تعملهمش. ان شاء الله ما عادش يصيروا الاخطاء هذوما. مازلنا عندنا اخطاء لازمنا نصلحوهم في الخطوط الثلاثه. ان شاء الله الترجي كما قلت الماتش الجاي نحسموه من الغادي ونكونوا هكاك اقصينا الزمالك، خاطر لا قدر الله الزمالك تربح تولي 4 نقاط، الترجي تقعد 9، تجم المريخ تربح ولا الاخرى تربح الزمالك، يعني خلينا نجيبوا لو نقولوا حتى نقطه ولا اي نتيجه تكون نقطه تساعدنا. المهم اي وحده لازم تخرج منهم. احنا ندج نقولوا سيئة 90% حطينا ساق يعني في سيئة ترشحنا، مازالوا 3 ماتشات بعد تولي حسابات. دونك ترجي 90% في الدور الربع النهائي. ان شاء الله نشوفوا تو الجوارات الكل باش يدور ليفيكتيف، يعرف كيفاش يتحكم في الافكتيف باش يلقى يروحوا في الادوار الاقصائيه، خاطر الادوار الاقصائيه زاد الرحمه زلقه بفلقه. دونك ان شاء الله نكونوا خذينا يعني كيش يقولوا من ماتش ناخذوا العبره زاده، فمعنا اخطاء لازم نصلحوهم كما قلت. هذيك الاطار الفني مانيش انا باش نحكي، انا كمحب انا زاده نحس كيبي غلطت وكيبي عملت وكيبي كذا، مش نتفرج برك ونفرح، نتفرج ونفرح. مي انا وجهه نظري مانيش وحدها انا، والكره ذيك هي كلها وجهه نظر. الكره ماهيش علم صحيح ولا علم اليدن ولا علم الفلك، هي ماهوش علم صحيح. يجم نعطيك راي يطلع صحيح، يجم يكون غلط، يجم اي فلان يعطي راي يكون صحيح يجم يكون غلط. على كل حال لا يوجد الود قضيه، اختلافنا لا يوجد قضيه. مرحبا بالمكشخين اللي جاوا جدد كالعاده، وباش نهبط الفيديو هذايا على اليوتيوب كالعاده، واللي ما خلطش يخلط يخلي كومنتير. ومرحبا بالناس الكل ويبارطاجيو اللايف، والى اللقاء وصبح على خير الناس الكل، وان شاء الله ملتقانا في فيديوهات اخرين.